المكان اللي حول لحظة العد التنازلي لظاهرة عالمية بيستناها ملايين الناس كل سنة بدل الأنوار والشاشات، التايمز سكوير. وزي ما احنا شايفين دلوقتي مفاجأتنا التانية هي الكرة الصغيرة اللي هناك دي اللي هي اسمها الإيف بول، ودي بتعتبر أيقونة بصرية لليلة 31 ديسمبر. السنة دي بقى جاية بتصميم مختلف تماما عن أي سنة فاتت. فكرة كرة 2026 مش بس عبارة عن جسم بيلمع في السماء، هي معمولة أكنها قطعة فنية كاملة متغطية ب 5280 بلورة، كل واحدة فيهم معمولة بدقة كبيرة جدا. والسنة دي بقى أطلقوا عليها بول اوف كونستليشن أو حفل الكوكبة، لأنها أكبر وأجمل من أي تصميم فات. والأول مرة من 118 سنة ووترفورد تغير شكل البلورات نفسها، فبدل التريانجلز اللي اتعودنا عليها استخدموا أقراص كريستال دائرية بثلاث أحجام مختلفة، كل واحد منهم عليه نقش معقد معمول بمنتهى الدقة، والنتيجة سطح بيجمع الأضواء وبيلمع من كل زاوية كأنه نجم حقيقي. والكرة نفسها قطرها 11.5 قدم ووزنها 12350 رطل، وبتحتوي على ضعف كمية الكريستال اللي كانت موجودة في النسخ القديمة. وطبعا كالعادة هتنزل من ارتفاع 139 قدم فوق المبنى الرئيسي في تايمز سكوير وسط الألوان الزاهية وبريق يخليك تحس إن اللحظة دي معمولة مخصوص عشان تبقى بداية جديدة. والكرة دلوقتي بتطلع كل يوم لفوق بشكل بطيء جدا لحد ما توصل للقمة 31 عشان العالم كله يشوف لحظة سقوطها من فوق ويبدأ معاها سنة جديدة.